يعني شنو عجي عمره 18 سنة يمسح بزلمة مشوربة أرضية الملعب، يمسح بيهم أرضية الملعب. هذا اللي سواه لامين يامال يوم أمس أمام أتلتيكو مدريد. أنت متخيل لامين يامال بهاي المباراة تقريبا راوغ 14 مراوغة ناجحة، مسح بيهم القاع، تعبهم. يا جماعة الدفاع كله يركض وراه وما قادر يلحق له، الرجال تفرعن بهاي المباراة. وإذا ما تدري يا حبيبي ترى يورنتي كان يلعب ظهير أيمن ببداية المباراة، لكن سيميوني حوله نص ثاني ولاعب ثالث يواجه لامين يامال. أنت متخيل اثنين ما يقدروا له. زين انت ما سالت نفسك ليش لامين يامال اليوم تفرعن وراوغ مراوغات مع انه صار له فتره ما يراوغ هاي المراوغات وضد اتلتيكو مدريد؟ ما سالت نفسك شنو السر اللي خلى لامين يامال اليوم يراوغ 14 مراوغه ناجحه وامام فريق دفاعي قوي مثل اتلتيكو مدريد؟ هسه انا اقول لك شنو السر يا حبيب قلبي. السر هو كانسيلو. راح تقول لي شو عليه كانسيلو؟ هسه انا اقول لك شو عليه كانسيلو. يا حبيبي كانسيلو ينطي ادوار هجوميه لامين يامال، يعني ريحه. الرجال يا حبيب قلبي ينطي ادوار هجوميه ويسانده هجوميا. يعني ببساطه مباراه امس لما لامين يامال يتحاصر من لاعب ولاعبين ويصير عليه ضغط، ينطي باص الكانسيلو، ينطيك هجمه كلش قويه او عرضيه مال هدف. بهاي الحاله لامين يامال مو لازم دائما يضغط على نفسه، عادي عنده لاعب مثل كانسيلو اذا اعطاه باص هم يسوي له كره خطره عكس كوندي. اما عن رافينيا فهو مصدر قوه برشلونه وهو اللي يقود الهجمه واكثر واحد عنده رغبه بالفوز بكل مباراه. الرجال اكثر واحد حاول البارحه على مرمى اتلتيكو مدريد. لا تنسوا الركلات جزاء مثل هذه يحتاج لها لاعب شخصيه يشيل الفريق مثل رافينيا. وغير رافينيا اريد احكي على لاعب صار له مباراتين بدا يستعيد شيء من مستواه القديم اللي هو كوبارسي. يا جماعه كوبارسي قدم اداء خرافي بهالمباراه وكان ذكي بتدخلاته وكسب كل الصراعات وبدا يستعيد شيء من مستواه القديم اللي كان يملكه ايام ما كان جنبه لاعب مثل مارتينيز. لاعبين برشلونه جميعا قدموا اداء خرافي وكلهم كانت مستوياتهم عاليه بهالمباراه واستحقوا التاهل، لكن هذا الرجال يدافع حتى لو هو خسران. ولازم ما انسى حارس الاتلتي. الرجال بهاي المباراه والمباراه اللي قبلها مباراه الذهاب ايضا قدم اداء خرافي، واليوم بهاي المباراه قدم اداء فوق الخرافي. حرفيا هو سبب تاهل نادي اتلتيكو مدريد على برشلونه. وسمعت كم برشلوني يقولون احنا على هالدفاع نقدر ناخذ دوري ابطال اوروبا ونقدر نواجه اقوى الخصوم التوب. احب اقول لك يا حبيبي دفاعك بعده سيء، لكن اكو شغلتين ما خلت اتلتيكو مدريد تسجل عليك اي هدف بهاي المباراه. قبل لا اقول لك شغلتين اتمنى تخليني متابعه وتقدر جهودي وتطبع على حسابي هذا مال التيك توك، تلاقي بالبايو حسابي الفيسبوك، اضغط على الرابط ماله وراح يدخلك مباشره على الفيسبوك. ايضا تابعني هناك واتشرف بك كمتابع. لا تقصرون يا ولد. يلا نرجع نكمل. الشغلتين اللي خلانك تقول دفاعنا جيد ونقدر نواجه بكل الخصوم هي اول وحده بيدري. انت متخيل بيدري مسترجع اكثر من 13 كره نادي برشلونه؟ يعني وجود بيدري اللي يقطع لك كرات كلش مهم، وشفناه لما غاب ديونج ما قدر يقطع ولا كره برشلونه ساءت حالته. هاي هي الفقره الاولى. اما الفقره الثانيه هو انه اتلتيكو مدريد ما هاجموا. يا حبيبي اتلتيكو مدريد ما عندهم الا فرصه واحده وضيعها جريزو. اتلتيكو مدريد لو مهاجمين يسجلون بس هم ما هاجموا. دفاعك بعده سيء بس اتلتيكو مدريد ما هاجموا. فلان الاتلتي ما هاجموا انت ما استقبلت هدف. دفاعك